يعني انا كنا في الناشئين كنا عادي جدا بنروح نشرب من الحنفيه. قلت ليه محسسين لعيب الكوره لازم اشرب ميه معدنيه؟ وبعدين هو لعيب الكوره قعدوا 15 مليون لما يتاثر شهرين وثلاثه زي الموظف اللي بياخد مرتب 5000 و6000 ومعاه ثلاث عيال؟ ردوا عليا. فانت محسسني المعاناه عشان ازاز ميه. انا اتفق مع كابتن احمد دوده على فكره. اللعيبه المفروض يقف جنب النادي، خلينا نكون منطقيين. ولكن مش انت يا كابتن دوده اللي تتكلم يعني، احترامي ليك. تعالى افكرك ايهاب الخطيب كان بيقول ايه. فضل الاهلي وبعدين فرح انه ما رجعش انا بقول لكم كلام خاطئ يا جماعه. يا كابتن مفيش لعيب بيتمنى ما يجيش الاهلي. مضيت الاهلي ولا لا يا كابتن مضيت الاهلي ولا لا في 2017 وخدت الفلوس وفرحان انك خدت الفلوس ايه تلعب. علاقه ده باللي انت بتقوله ده؟ ايوه انا بقول لك اي لعيب استنى بس، اي لعيب وايه يتمنى الكلام انت بتقوله ده؟ اي لعيب يتمنى كده. سمعت يا كابتن دوده؟ انت خدت 700000 من الاهلي او خدت مبلغ من الاهلي 2017 وما رضيتش ترجعه. كنت رجعه وانت هتموت من جوع. انت كنت بتشرب الحنفيه زي ما انت بتقول. الكلام يا جماعه سهل، الكلام سهل. ولكن ان اللاعب يقف مع ناديه، بس الله اعلم هيستحمل لغايه امتى. احنا ما نعرفش ظروف فروقه ايه وظروف النادي ايه معاه، ما نعرفش عشان نكون منطقيين يعني. ولكن كابتن احمد دودار ما تجيش على حد. انت عملت الاسخن من كده.